ليه انا كل لما تجيلي كوره بعديها في الفراغ ابو شبكه ده؟ ليه نلعب في الثوابت؟ مروان عطيه عميل ماسوني لمنظمه صهيو امريكيه خبيثه هدفه تدمير مصر والعالم. بسام عمل لها كده، والحركه دي ملهاش لازمه في كره القدم، تنفع في اليد والباليه، ولو عملتها كده يبقى انت كده بتتضامن مع اخواتنا. السلام عليكم، وحشتوني. طبعا انت ملاحظ الدلع، اول امبارح فيديو والنهارده فيديو، وان شاء الله نهائي السوبر وبرشلونه والريال، ولو عرفت اسلك لك برشلونه والبايرن يبقى خير وبركه. المهم انا استحق لايك وشير وتعليق واشتراك، ويلا بينا. بدا ماتش الاهلي وسيراميكا بدرس مهم من النجاح مش بكثره السعي والدح والقح، ده بالستر والكرم ونص حظ طاهر محمد طاهر. في مشكله من الكاميرا مع الاضاءه، عدي الدنيا وانا هحلها ان شاء الله. واعتمد كولر على شويه معلومات وصلت له غلط، افتكر بيها انه هيقابل مبيدين محاره، الكوره بالنسبه لهم تحسين دخل وبيسدوا فراغاتهم بشويه اسمنت. اما المدير الفني لسيراميكا فده ما كانش ايمن الرمادي عادي، ده كان ايمن الرمادي برو، اللي هو خليط بين بيب جوارديولا والسيد كارلو انشيلوتي. المهم الشوط الاول كان شوط ظالم، الاهلي سكع سيراميكا قلم، قاموا جايبين كل الفرز الثالث والهالك وقاموا هادينه على دماغنا وخلص التعادل برضه. وده بدا في الثانيه 11 والرجاله لسه بتسمي، والاستاذ بسام بيدور على الجول بتاعه وبيقيس من العارضه للعارضه، لقى واحد سيراميكي بيسقط عليه الكوره، قام طالع ورافع ايده يدعي الكوره ما تخشش، بس سبقه طاهر وهوبا 1-0 للاهلي بالدماغ. وبعدها عينك ما تشوفش الا دفاع الاهلي لحد الدقيقه الثالثه من الوقت الضايع، كره عند زلاكا يبصيها حنينه خالص، يقف لها ياسر ابراهيم فيحدف لها رجله ما توصلش، يقوم واقع على ظهره، توصل الكره للفجر اللقاي وهوبا 1-1 لسيراميكا. وده كان وقت مناسب عشان نديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر ابويا اللي بيبوظ التصوير ومش واخد باله. تشكيله مثاليه تنزل الاساسيين مرتاح في ماتش بيراميدز، هتقف يمين ولا شمال؟ هشيل يمين وشمال، هي بتفرق. عمي انا كمان ممكن تاخد جريليش بقندوسي يا اسطى، فوق ارجوك ما تخلينيش احس ان محمد هاني كان كويس. الاهلي منافسته ما تقلقنيش، انا اللي يقلقني سيراميكا الجوهره واليجانتو والسلام. خد البنيكه دي. وانا عاشق سواد النني والننوس، انا البلبوس، اسمحي لي بالرقصه دي. تدريب النورة ده يا مام المرة الجاية بصيها في وداني من باب المهارة. للوهلة الأولى يبدو وكأنه مثل أي طائر جارح آخر، على الرغم من أن منقاره يبدو معقوفا أكثر. الحقونا 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 نرجوكم، الحقونا بجد. يا ابن الكلب انت يا جزمه، الدوشه اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون. ما تشوتش هي دي. ليه انا كل لما تجيلي كوره بعديها في الفراغ ابو شبكه ده؟ ليه نلعب في الثوابت؟ خد بالخارجي ودي بالامامي بقى. الله ضربوا الواد بيلين، حاسس ان في غلط لسه ما عملتوش. ايه يا خطوره عايزه مني ايه تاني؟ كل شويه هتصدالك كده يا جدعان؟ دي نفهم يعني عشان نعمل التيكي طاقه بتاعتهم دي محتاجين نبصي لكريم ندفد. مين ده زلاك، هتقصد زين الدين زلاكينيو؟ انا عمري ما خدت خطوه في حياتي وكملت، هبعت رجلي المشوار ده بقى. ايه ده؟ تحسه خليط بين ادريانو وعليه وصديق اليوتيوبر. كيف شاهده. الحمد لله على السلامة. جه وقت تاني أحسن لحظة بعيشها بعد اللحظة الثالثة، اللي هي بيتزا شرقي بالسجق عليها وش جبنة رومي بالبيض. ليه؟ لأن دي اللحظة اللي بقول لك فيها أثناء متابعتي لتبديلات الشوط الثاني لفت انتباهي شعر كيلي بوش رجل نظيف، مانع أهداف ليه وعليه، اللاعب اللي مستواه مش مفهوم، هل هو جامد حنتيكا ولا هو ضعيف ومستواه غايب في وسط المكاسب؟ مروان بابلو. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني ألجأ للصحفي الكبير أبو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير، وعدت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في القاهره واسكندريه ووصل الدهشور. مروان عطيه عميل ماسوني لمنظمه صهيو امريكيه خبيثه هدفه تدمير مصر والعالم. فلو بصيني على الترابط الرقمي عند مروان عطيه سنجد ان اسمه ثلاثي مكون من 13 حرف، وطوله بالقدم والبوصه يساوي 13، وهو نفس رقمه مع النادي الاهلي الذي هو 13. وباضافه مباراه سيراميكا كليوباترا من مسيرته مع الاهلي سنجد لعب مع الاهلي 82 مباراه، 82 ناقص 95 وهو عدد مبارياته مع الاتحاد السكندري، نجد الرقم 13 ايضا 13 هو عدد الحروف على العلم الماسونيه. كيف اهبد يغلوا الهبد 2 جنيه عشان حرق كلامه كده وتحيا مصر. طب خد المهمه، ولد مروان عطيه في عام 1998 هو العام الذي صدر به كتاب الماسونيه الذراع الضاربه للصهيونيه، الصهيونيه التي لها جذور مع امريكا التي بها نادي سياتل ساوندرز الامريكي، الذي لعب النادي الاهلي المصري في كاس العالم للانديه، الاهلي الذي يلعب به مروان عطيه.
نفسي اشتم كل الدول اللي ذكرتها في الحلقه دي ومعاهم احمد هاني صديقي. طب خد الناهيه العتيهه، يوجد في امريكا معبد بحيره الشياطين الماسوني، البحيره التي بها مركز كفر الدوار، الذي ولد به مروان عطيه، وبشق الخيوط اذ مروان عطيه عميل ماسوني لمنظمه صهيو امريكيه خبيثه هدفها تدمير مصر والعالم. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. سلام. الحمد لله على السلامه. انا جاي احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني كان شوط ظلم برضه. الاهلي سكع سيراميكا نفس القلم، بس سيراميكا عمل خطوره بلا هدف فخسر، وده ظهر في الدقيقه 53 بعد ركنيه عند يحيى عطيه الله، سمع عليها ورفعها وصلت عند رجل طاهر محمد طاهر، قام بسام عمل لها كده. والحركه دي ملهاش لازمه في كره القدم، تنفع في اليد والباليه، ولو عملتها كده يبقى انت كده بتتضامن مع اخواتنا، بس كل ده ما ينفعش في الكوره. فقام طاهر محمد طاهر حاططها وهوبا 2-1 للاهلي. عشان تخلص الاحداث على كده وقرر ادي لك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر بابا الويل. استنى، بابا الويل. وبعدين يا جدي انت نسيت التدريب ولا ايه؟ 4-4-3 وخد نيف بالاسير. انا زهقت من ملخص انقاذات مالديني ده، مفيش بقى صغيره من اروع اهداف ابراهيموفيتش. كل السعي تعني حتميه الوصول بالحب وروح الفانيلا الحب. يعني انت فرشتني وما رفعتش، يعني انت كذاب. عارف الكذاب بيروح فين في فرنسا؟ فين؟ اكيد حته حلوه عشان دي دوله زباله. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، واحب اقول لك ان انا مش هاخد بريك لحد ما انزل لك الاهلي والعين بكل الماتشات اللي في النص ان شاء الله. فتقديرا ليا اديني بقى اللايك والشير والتعليق والاشتراك، وقول لي رايك، اديني رايك عشان اعرف اعدل لك على المحتوى ازود لك والدنيا تبقى جميله. بس كده انا كده خلصت. ما تنساش الدعاء لاخواتنا والمقاطعه وكل الحاجات الحلوه دي، عشان كل ما بتكلم عن الموضوع ده اكتر بروح مهبوط في المشاهدات اكتر، فكفايه بس كده. سلام.